لا، ما هو حلو جدا الكلام ده، وبينم عن شيء ان هو طبعا حضرتك عندك من الثقافه اللي مخليك تحكي لنا تفاصيل وتاريخ سياسي لمدينه المحله. انا ممثل ليك، فانت ممكن تقول بيمثلني بشكل جيد او بيمثلني بشكل اقل جوده او بشكل سيء، بس احكم عليا من واقع قدرتي الدستوريه، مهامي الدستوريه، وكان له علامات بس ما حدش خد باله منها. يعني موضوع مثلا انقلاب السينما فجاه لنجوم جداد بمفاهيم جديده، اغنيات مختلفه بطرق مختلفه، انتشار انماط مختلفه من الاغاني والانماط الغنائيه ما كانش حد متعود عليها زي المهرجانات. ويبدا الكادر الجديد اللي داخل مثلا ثقة في الله بعد منع الإمام أو شاف فيديوهاته مثلا، أو إنه داخل سمع عن إنه في ناس جنبه اسمهم حزب العدل بيخدموا الناس في الشارع أو كده، إن هو يخش الحزب وكفى. لا طبعا، ده لازم يبقى فيه أساسيات هو فاهمها عشان يقدر بعد كده يستجيب، يبقى هو واحد من الناس اللي ابتدعوا الفكر الحزب وبتطبق أفكاره على الأرض. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قعده سياسه، والنهارده ضيفنا النائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وكمان الامين العام للحزب. اهلا وسهلا معالي النائب. اهلا بيك يا دكتور، شرفتنا وانستنا والله في 5 سياسه وقعده سياسه. الشرف ليا واحلى قعده. الله يخليك يا رب. بص بقى، قعده سياسه هي قعده مرتاحه، احنا عايزين كده نرجع بالذاكره وتقول لنا مين احمد قناوي اصلا. ده سؤال صعب. لا ازاي، ده سؤال جميل. احمد قناوي شاب مصري اتربى في اسره متوسطه الحال، تنتمي للطبقه المتوسطه بكل معاني الكلمه. انا ابن الدلتا، انا تحديدا من محله الكبرى. المدينه دي لها تاثير كبير عليا لانها مدينه فيها حراك سياسي وعمالي، وكمان فيها موارد وحركه وصناعه وكده. وواضح ان ده كان له تاثيرات على اهتماماتي وعلى القرارات اللي خدتها في حياتي بعد كده. انا كنت مهتم اطلع مهندس، واتخرجت من هندسه المنصوره 2002. انا دخلت قسم الكترونكس وركزت في الحاسب الآلي والبرمجه. لما اتخرجت اشتغلت في عده مشروعات لها علاقه بالبرمجه وانشاء مواقع الانترنت والمواقع الخبريه. كانت لسه وقتها ترند يعني، وكانت حاجه جديده. يعني الحمد لله اترقيت في مناصب لغايه ما بقيت ماسك مدير فني لمجموعه الشركه، كانت شغاله في اكتر من مجال. وبعدين بعد 25 يناير دخلت في مجال الانتاج الافلام الوثائقيه، ومسكت مدير تنفيذي لاحدى كبرى الشركات. وبقيت يعني طول الوقت ما بين التكنولوجيا والاعلام والتسويق. بعد شويه اشتغلت يعني فتحت شركه تسويق واستشارات تسويقيه واداريه وهندسيه، وبعدت بقى بالتدريج عن مجال الهندسه البيور وركزت اكتر في بقيت ابو زومل يعني في مجال الاعلام. يعني داخلين بس يعني ضيوف في مجالكم. لا انت صاحب البيت. طيب يعني خلينا بقى نرجع ونقول، حضرتك قلت ان انت كنت من عيله بسيطه واتولدت في المحله، صح كده؟ او في الدلتا بصوره عامه، وتقريبا انت من مواليد 80. انا هغشش الجمهور. مواليد 80 طبعا، وده احنا هنتكلم فيه كتير قوي. ايوه قوي قوي. طيب خلينا بقى نقول الاول، الوالد كان بيشتغل ايه؟ الحقيقه والدي كان طبيب بيطري، وطلع معاش وهو وكيل وزارات. والدتي مفتشة آثار وبرضه طلعت على معاش يعني ما يعادل وكيلة وزارة. باثنين متعلمين من أسرة كبيرة العدد تنتمي للطبقة المتوسطة، إنما كان ظروف النشأة بتاعتهم كان البلد كلها تحكمها قواعد اشتراكية، وكان في فرصة للأبناء الطبقة المتوسطة إن هم يروحوا نوادي، يعملوا هوايات، يتفرجوا على مسرح، يخشوا سينمات، يتثقفوا بعدة طرق مختلفة. فكل ده كان مفيد ليا جدا في تنشئتي يعني. واعتقد انه معظم ابناء الجيل بتاعي كان الوالد والوالدة، او على الاقل الوالد كان بينتمي لهذه الفئة وهذه الطبقة يعني. طبعا انا سالتك عن سنه 80 وسالتك عن وظيفه باباك، وقصدت ان انا اجيب الاثنين دول تحديدا عشان انت موجود في الدلتا وموجود في المحله اللي هي كانت المصنع اللي بيخرج الحركات وبيخرج المناهضات اللي حصلت للدوله في هذه الحقبه. ده بالاضافه ان بعض الثورات مش هنقول عليها ثوره مكتمله، ولكن كانت مظاهرات
كانت بتحصل كتير جدا في هذه الحقبه او في السن ده. كنت ممكن يبقى عندك 10 سنين 5 سنين 7 سنين، بس اكيد اتحكى لك حاجات، اكيد انت متذكر بعض المشاهد. برضو لما كبرت وبقيت شاب اكيد متذكر بعض الاحداث اللي حصلت. يعني ارجع لنا بقى كده بالذاكره واحكي لنا ايه الحاجات اللي كانت مؤثره ومش قادر تنساها. بصي يعني في كلمتين مفتاحيتين في الموضوع، ان انا مواليد 80 زي ما حضرتك قلتي، فقدرت اعيش يعني ما بين حقبتين زمنيتين لهم مفردات مختلفه، وان انا من محله، لان المحله الحقيقه يعني مدينه ذات طابع خاص. اولا هي لفتره طويله جدا كانت هي عاصمه الاقليم كله، والاقليم بمعنى انه مش الغربيه بس، كانت عاصمه ما بين فرعي رشيد ودمياط، يعني باستثناء محافظه دمياط هي كانت عاصمه كل هذا القطاع. مع بدء التفكير في انشاء خط سكه حديد في وقت مبكر جدا، كان الاقرب ان طنطا تبقى هي المنطقه اللي ما بين القاهره واسكندريه، ومن ساعتها وطنطا بدات تاخد زخم وتبقى هي عاصمه الاقليم، وبعدين عاصمه الغربيه لما اتقسمت محافظات. الحاله دي لسه حاصله مفيش من 150 سنه، فهي مدينة تاريخية عريقة، وكان فيها البشوات، وكان فيها بيسموها الوزارة الصغرى، اللي كان فيها تمثيل لكل الوزارات اللي موجودة في مصر المحروسة أو العاصمة وقتها. فده من هنا بيبين انه طول الوقت انت مهتمة بالشأن العام كمواطن محلاوي. طبعا شركة مصر الغزل والنسيج اللي انشأها طلعت حرب يعني من حوالي مثلا 100 وشوية سنة، كانت بقى مهمة جدا لأنها كانت حاضنة، يعني مش بس من أكبر شركات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والسجاد والنسيج وغيرها من الحاجات في العالم، لا ده كمان كانت حاضنة للمجتمع المحلاوي كله. يعني كانت بتعمل لهم مولات في الوقت اللي كان فيه المولات دي حاجة ما ظهرتش أصلا في غير بعدها ب 20 30 سنه مثلا. كانت بتعمل لهم مصايف ورحلات، كانت بتعمل لهم انشطه ثقافيه واصول ثقافه مبنيه مخصوص، مجمع ملاعب ضخم جدا فيه 27 لعبه، حمام سباحه اولمبي، كل الكلام ده في مطلع الاربعينات من القرن اللي فات. فدي حاجات اثرت في المجتمع المحلاوي، باصات لمدارس، جميع انواع الرعايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال والموظفين بتوع الشركه اللي كانوا هم القطاع الاكبر. فاصبحت المحله جاذبه للسكان من محافظات اخرى فترات طويله جدا من الزمن. مصر بقى بدات تتغير من القواعد الاشتراكيه اللي كتير منها اثبت يعني فشل في التطبيق للاقتصاد الحر، وده بالتدريج حصل من ايام الرئيس السادات. فبدا يحصل متغيرات، فبدا اسعار الحاجات ترتفع، بدأ يبقى فيه ثقافة استهلاكية تظهر. فده طبعا أثر، يعني مثلا في أواخر عصر السادات موضوع انتفاضة الخبز وموضوع ارتفاع الأسعار وكده، ده برضو بدأ يعمل الحراك العمالي الضخم. يعني شركة مصر كان فيها 56 ألف عامل، محلة مدينة مليونية من زمان جدا. يعني دلوقتي يمكن كسكان طنطا والمنصورة تفوقوا عليها في عدد السكان، لكن المحله مدينه مليونيه من سنوات طويله جدا، وكانت الاكثر مدنيه في الدلتا فترات طويله. فلما بيحصل هزات اسعار فيها، والعمال كده كده هم دخلهم محدود، تحصل مشكله. لما بيحصل كساد، لان برضو في طبقه تانية اتعملت من اصحاب الورش والمصانع الصغيره والمشاغل الصغيره اللي كانت برضو بتشتغل برعايه ما من شركه مصر وبسمعه الغزل والنسيج اللي في المحله. فلما بيحصل مثلا ركود اقتصادي في 2008، منطقي جدا انه يؤثر على المحله اكتر من اي بلد تانية. محله مدينه مش عاصمه محافظه، فللاسف الاهتمام بيها ومرافقها اقل من العاصمه، فبتحصل مقارنات. المواطن المحلاوي بيروح يدرس في طنطا وبيروح يدرس في المنصوره، وبيلاقي في تنميه مستمره في العواصم دي، لكن عنده مفيش تنميه مستمره. بيلاقي تحسين في الخدمات، عنده مفيش تحسين في الخدمات. بيحصل ارتفاع اسعار، بتحصل مشاكل. يعني مثلا في احداث 6 ابريل 2008 من ضمن اهم الاسباب اللي لقوها انه اشهر محلات فول وطعميه في المحله غلت سعر السندوتش 5 سنت. يعني 6 ابريل قامت علشان خاطر 5 سنت. يعني عايز اقول لك حاجه، بعد الاحداث دي ما خلصت اضطر الراجل اللي صاحب يعني المحلات المشهوره في الفول والطعميه في المحله انه ينزل السعر تاني، رغم انه ده خساره محققه ليه.
فمش هقول ان عشان ده بس، لكن في الاخر كانت احد الاسباب ارتفاع المعيشه، لانه طبقه العمال فجاه لقت نفسها مش قادره تواجه الغلاء والتضخم اللي حاصل. طبقه اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي كانت منتشره جدا في المحله، في تضخم وفي مشاكل حصلت في العالم اثرت علينا في 2008. طبعا لو احنا عايزين نرصد الاسباب هنلاقي ده. فمجتمع عمالي، مجتمع بيعتمد على المشاريع الصغيره والمتوسطه، بيبقى مجتمع هش جدا تجاه اي احداث منها تضخم او مشاكل في المرافق او في الخدمات اللي بتقدم ليهم. ومن هنا بتبقى المحل دايما مصدر توتر عند وجود مشكلات. ده حقيقي. فانا عاصرت ده كله بحكم ان انا مواليد 80 وبحكم ان انا موجود في المدينه دي. لا، ما هو حلو جدا الكلام ده، وبينم عن شيء ان هو طبعا حضرتك عندك من الثقافه اللي مخليك تحكي لنا تفاصيل وتاريخ سياسي لمدينه المحله، وحتى المشكلات اللي بتواجهها. ويمكن اول مره يعني نسمع ان كان السبب في 6 ابريل الخمسة ساغ، يعني من ضمن الاسباب الخمسة ساغ. لكن انا عايزه اكتر افوكس على فكره الاحداث اللي عاصرتها وماسكه في دماغك مش قادر تنساها وانت صغير، او اتحكت لك وانت برضو مش بتنساها. بصي، هو يعني مش لازم يكون حدث محلي بالضروره، لكن فعلا الفترة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت فترة خصبة جدا ومليئة بالمتغيرات. كان وقتها السوشيال ميديا بدأت على استحياء، كان وقتها الإعلام الإلكتروني منتشر، كتاب مستقلين كتير بدأوا يجاهروا بأنهم ضد مشروع التوريث المزعوم، أنهم كانوا بينتقدوا الرئيس مباشرة، وده كان متغير جديد ما كانش موجود في الفترات الأولى من حكم الرئيس حسني مبارك. وبدأ يبان انه في شيء من ترهل الدولة، حتى في محاولات تجديد دم القيادات يعني ظهور قيادات اكثر شبابا من الحزب الوطني الحاكم وقتها وغيرهم من الوزراء. الحقيقه ما كانتش خطوات موفقه، لانه كانوا بيختاروا اشخاص اما انهم رجال اعمال بيديروا بمنطق المكسب والخساره، بيسلعوا الخدمات. ما انا ما اقدرش اتكلم عن التعليم والصحه كسلعه، ما اقدرش اتكلم عن النقل كسلعه، لانه في الاخر هو خدمه للمواطنين. فمع بقى الاحداث العالميه، مع انخفاض قيمه الجنيه باستمرار، مع ان احنا لغايه دلوقتي كدوله يعني كشعب، يعني كأمة بنستهلك أكتر ما بننتج، فطول الوقت في ضغط على العملة الأجنبية وبنسميها العملة الصعبة. فإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وهتفضل تتفاقم ما لم نضع لها حلول جذرية. فكل ده كان زخم. احنا كشباب بقى اتخرج وتكنوقراط واشتغل في شركات كويسة وبدأ يدير عائد مش بطال فبقى عنده الرفاهية من الوقت ومن الاهتمام انه خلاص انا امنت قوت يومي كشاب شغال في شركات كويسة وبقبض كويس. فبدأ يبقى اهتمام بالشأن العام جزء من الروتين بتاعي. اقرأ اخبار بصورة مكثفة عن زمان، اشوف تعليقات على الاخبار، وبالتالي اقدر اجس نبض الشارع واتعرف على ايه اللي ممكن يحصل، ويا ترى الناس قابله الكلام ده ولا شايفاه ملوش مصداقيه. زمان كانت الناس بتقرا الكلام المكتوب في الاهرام او الاخبار هو ده حقيقه مجرده، لانه ما عندوش ما ينقضها، ما عندوش ادوات. مش زي دلوقتي. الدنيا دلوقتي بقى فيها كل حاجه مفتوحه، العالم كله مفتوح قدامك في موبايلك. يعني الجرايد قوميه وشبه رسميه والتلفزيون رسمي، فانت بتاخد الروايه الرسميه ما ملتزم بيها. لا، بدأ يبقى فيه فضائيات، بدأ يبقى فيه انتقادات، بدأ يبقى فيه مراجعات لأفكار كتير كنا بنعتبرها من الثوابت، بعضها ثقافي وبعضها اجتماعي وطبعا أهمها سياسي. فكل ده يعني لو بنتكلم مثلا سياسيا، فاحنا طبعا موضوع فكرة الامتداد حكم الرئيس مبارك لفترات طويلة من عمره ومع تراجع قدراته الصحية، يعني فكرة محاولة التوريث اللي كتير كانوا بيأكدوا انها بتحاول تتم، والبعض كان بينفيها، لكن على الأقل كانت الأشخاص موجودة في الصورة. فكرة انه مثلا بنتكلم ثقافيا، انه بدأ مثلا، يعني انا مثلا من الجيل اللي عاصر موجة السينما الجديدة بعد افلام محمد فؤاد ومحمد هنيدي وغيره. ده كان تعبير انه في انقلاب عمري بيحصل في مصر احنا مش واخدين بالنا منه، لانه كان وقتها جيلي بدا يبقى هو الاكثريه في مصر. حاليا الاكثريه متوسط عمر الشعب المصري حاليا 27 سنه. ده معناها ان كل من عدوا يعني 30 فيما فوق، او قولي من 35 فيما فوق، هم اقليه في هذا الوطن.
بالتالي احنا قاعدين ضيوف عند الشباب الصغير اللي بيقولوا عليهم جيل زد. لا مش قوي كده لو سمحت بعد اذنك. ما هو ما يعني انت كده احنا كده هنروح فين؟ ما فيش ست بتعدي 35 سنه، فده شيء مطمئن. انما انا بتكلم يعني على الذكور الغلابه، ان زي حالاتي كده اللي تجاوز انت سلمتيني خلاص قلتي مواليد 80 فالناس عارفه سني كام. فطبيعي جدا انه لا احنا ضيوف عند جيل زد والجيل الفا اللي هو لسه صغير، هم دول الاكثريه في البلد. صحيح. والحقيقه شئنا ام ابينا عرفنا نتواصل معهم او ما عرفناش، هم هيجوا بالجديد بتاعهم وهيطبقوه غصب عننا. صح. وده حصل في دول كتير، يعني مثلا في اوروبا كلها. اوروبا قاره عجوزه ومتوسط الاعمار فيها عالي جدا، يصل ل 70 سنه في دول زي ايطاليا، حاجه و60 سنه في المانيا وفرنسا. فهم بعضهم ما عندوش مشاكل مع المهاجرين، وبعضهم عنده مشاكل، وبعضهم ما كانش عنده مشكله لما عددهم زاد بقى عنده مشاكل. فالنهارده هو عنده مشكله. في الستينات بقى لو تفتكري موضوع موضه شباب الخنافس وثوره الطلبه اللي حصلت في الستينات في اوروبا، هي كانت نفس المشهد اللي بيحصل دلوقتي. شباب انعزل عن كبار السن وشافوا ان هم لهم اراء مختلفه وانهم مش قادرين يتواصلوا جيليا معاهم، فبداوا يطلعوا افكار جديده ومختلفه بانت انها شاذه ومختلفه تماما عن السائد، فهجمت بشده. الشاب ده كبر وحكم اوروبا وقدر يعمل يتمم الوحده الاوروبيه وقدر يعمل انجازات في مجالات كتير. فانا مش من الناس اللي قلقانه من الجيل الصغير، رغم ان احنا بنشوف حاجات كتير بيعملوها يعني مقلقه، لكن بالعكس انا شايف انه احنا محتاجين نفتح قنوات تواصل معاهم، لان باختصار احنا ضيوف عندهم. يعني من 10 ل 15 سنه جايين هم اللي هيمسكوا البلد بشكل شبه كامل. صحيح. فاحنا خاضعين لقراراتهم. لا والتطورات الحديثه دلوقتي في بالظبط. يعني احنا بنتكلم ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي غزا العالم، كل التكنولوجي غزت العالم. احنا يمكن بحكم شغلنا اضطرينا ان احنا نكون موجودين في فكره التكنولوجي او بدانا نعرف عنه، لكن الناس اللي ما كانتش بتتعامل مع التكنولوجي اصلا في فقر في المعلومات، في محو اميه. احنا محتاجين محو اميه للناس اللي ما تعرفش اساسا تكنولوجي. هم يعني الشباب الحالي هم اكثر قدره وشغف ورغبه في استيعاب التكنولوجيا الجديده، وده بيخليهم طول الوقت سابقنا. احنا مشكلتنا معاهم ان هم مش على تواصل معانا اختياريا منهم، هم راغبين في ان احنا يعني هم مش راغبين في التواصل معانا. احنا بنحاول نتواصل معاهم بس ما عندناش الادوات اللي تخلينا نتواصل معاهم، ودي مساله كبيره وتحدي كبير. احنا شفنا ارهاصات ده او مقدماته لما احنا كنا لينا شيء في التكنولوجيا والجيل الاكبر مننا ما يعرفش عنها حاجه، فبدانا ناخد المعاناه دي. دور بقى جيل الوسط اللي زي حالاتي انه يحاول يعمل همزه الوصل دي، لانه ممكن يبقى فات الاوان عليها لو استنينا شويه. وفكره عدم التواصل الجيلي دي فكره مرعبه، لانه انت بتاخدي اي شعب في الدنيا له عادات وتقاليد وموروثات، بياخدها ازاي؟ من جيل لجيل. فلو حصل قطيعه جيليه او فجوه جيليه، مش اي نقل للجيل خلاص. هو اوريدي هو مش هيهتم بتاريخك اصلا. ما هو الفكره فكره التاريخ او التوثيق بتيجي ان الجيل اللي فات او الجيل اللي جاي بيهتم بالجيل اللي فات انه بيأرخ له. النهارده هو مش شايفك، هو مش عايزك، هو زي ما انت قلت مش عايز يتواصل معاك، هو شايف ان انت في جهل، انت شايف ان انت بعيد قوي عني وعن افكاري. انا مش عايزك، انا عايزه اوثق جيلي. فهنا هتحصل الفجوه فعلا للجيل اللي قبل كده. وكمان اضافي للحكايه دي وخطير جدا ان هو محبط منك اصلا. هو شايف ان انت ما فدتوش بحاجه، هو شايف انه كواليتي الخدمات اللي الجيل ده باعتباره هو الجيل الحاكم او الجيل المسؤول عن الحاجات اللي هو بيحتاجها في البلد، فهو شايف ان انت مش مديلي تعليم جيد، مش مديلي خدمه صحيه جيده، مش مديلي فرصه اسكان بسعر مناسب، مش مديلي فرصه عمل. هو ملوش دعوه بالاسباب، هو في الاخر بيحصد النتيجه. فلما انت مش مديلي ده كله بتتحكم فيها ليه؟ يعني قاسي عليا ليه؟ حتى الوظائف، لو احنا اتكلمنا حتى في الوظائف قليله جدا اللي ليها علاقه بالتكنولوجي او بدماغهم او بالنجاح اللي هم وصلوا له في فكره ان هم متقدمين. هم مش عارفين يلاقوا مكان، هو مش عارف يشرح لوالده ووالدته ايه الوظيفه اللي بيشتغلها، هو مش عارف تفاصيلها ايه، هم مش فاهمين. مفيش سوق عمل كافي. يعني احنا خلينا نتكلم كده بس ايه، يعني
على استحياء عشان ما نضايقش الناس مننا. لو انت رحت جيت قلت اصلا لمديرك، وانت انت بتتكلم في ان انت جيل الوسط، قلت لمديرك ان انت عندك فكره لتطوير الشغلانه نفسها، هيقول لك لا لا هو ده اللي عندي وانت هتشتغله. فما بالك بقى في فجوه كبيره جدا ما بين ده وما بين ده وما بين ده، فده اللي عنده تطورات عايز يوصل لها هو مش قادر، مفيش مناخ لده، فهنا بيحصل الصدام. وده حصل جزئيا في جيلنا، وكان له علامات بس محدش خد باله منها. يعني موضوع مثلا انقلاب السينما فجأة لنجوم جداد بمفاهيم جديدة، اغنيات مختلفة بطرق مختلفة، انتشار انماط مختلفة من الاغاني والانماط الغنائية ما كانش حد متعود عليها زي المهرجانات وغيرها. ده كله نظر بقى عن المهرجانات عشان احنا لو اتكلمنا فيهم يعني بغض النظر عن جودة المخرج، طالما هو ناجح اذا له جمهور. الجمهور ده من الاوساط الصغيرة في السن، اذا هي لقت شيء عندهم. الشيء ده معناه انه احنا مقصرين في عدم فهمه، لازم نفهمه، وبالتالي احنا بقى لما نفهمه يبقى عندنا قدرة ننتقد ونقول ايه الحلو وايه الوحش فيه. انما نرفضه كظاهرة من بابها، طب ما هي ظاهرة ناجحة، معناها لها بعض اسباب النجاح. فاهم قصدي ايه؟ اسباب النجاح مش شرط تكون الموسيقى، بالعكس انا اكتشفت انه في ناس اصلا اصواتها وحشة بس مشهورة جدا لانها بتعبر عن حالات بالكلمات اللي احنا مش فاهمينها برضو يعني بالمناسبة، لكن الشباب فاهمها ومساه لمساه. لا هو الفكرة فاذا في هنا شيء بيحصل ايجابي بالنسبة للجيل ده، فانا دوري ان انا افهمه مش ان انا هاجمه من حيث المبدأ. يعني فاهم الفكرة عاملة ازاي؟ احنا برضو كان الاغاني اللي احنا كنا بنسمعها كان اهالينا بيضحكوا عليها، هي بالنسبة لنا جيدة. اعتقد ان شكوكو مثلا لقى في صراع كبير جدا لما جه يطلع. اسماعيل ياسين طلع في المونولوجات اللي كان بيقدمها، وعبد الحليم اللي هو مين ده اللي انت كنت بتغني ومش عارف ايه وانت ايه اللي جابك، وصراعات كتيره جدا حصلت. في ملحنين مشهورين جدا بيعتبروا انه بليغ حمدي دمر الموسيقى العربيه. النهارده احنا بنعتبره احد اهم مجددي الموسيقى العربيه. ده صراع بيحصل كل فتره يعني مفيش مشكله، لكن عمره ما كان بالجذريه والحده اللي حاصله حاليا. احنا شفنا ده فلازم نتعلم منه. انا كنت في فتره تغيرات وانا صغير ما بين العالم القديم وما بين العولمه بقى والتلاقح الثقافات وسهوله السفر والقدره على ان انت تتابع احداث كتير في العالم في نفس الوقت وانت قاعد في بيتك، تراسل الناس من ده متغير ما حصلش قبل كده في العالم. فاحنا جيلنا قادر يستوعب ده جزئيا. يعني دي نقطة مهمة. فمعظم المتغيرات اللي أنا شفتها في فترة شبابي ولغاية ما خلصت الجامعة كانت تغيرات ذات طابع عام. المحلة كانت في قلبها، كان الحركة العمالية وفكرة الحقوق الطبقات الأقل حظا والأكثر احتياجا كانت بدأت تظهر بوضوح، لأنه كانت البلد بتاخد نهج رأس مالي وبتعمل تحول اقتصادي وبتخطط لأنها ترفع إيديها من القطاع العام بالتدريج. ده طبعا كان له آثار جانبية قوية، بعضها جيد وكتير منها سيء، فكان لازم تدار بطريقة أكثر احترافية من ده. كويس جدا ان انت رجعتني لفترة الجامعة. هو انت امتى قررت تبقى سياسي، او امتى قررت اصلا تخوض التجربة وتمشي في السكة دي؟ وهل مشيت بقى في مظاهرات ايام الجامعة ولا ايه؟ قولي. الحقيقة لا، انا طبعا طول الوقت عندي رأي في الشأن العام، لكني الحقيقة ما فكرتش جديا ان انا يبقى ليا رأي سياسي الا في 2005 مع حمله الانتخابات الرئاسيه اللي كانت تعتبر اول انتخابات، لانه كان قبل كده بيحصل استفتاء. فعجبني الزخم ده وحسيت انه مصر الجديده بدات تتولد حتى لو مرشحين الصغيرين في السن ما نجحوش. لكن لما بدات اركز في المناخ السياسي وقتها لقيته مازال كان بالنسبه لي على الاقل كان ضبابي، وفضل فيه اهتمام بالشان العام والشان السياسي بدون ممارسه لغايه ما حدث القديسين. كنيسة القديسين ليلة راس السنة، تفجير عنيف، واحنا المفروض كنا خلاص قضينا على الارهاب من فترة طويلة في التسعينات. احنا برضو من الجيل اللي شاف الارهاب في التسعينات بالذات في الصعيد وكان بيتابعه وكان متأثر بيه جدا. فلما يكرر لك في 2011 في ليلة 2011 ده موضوع محزن جدا ويخضك، وليه وعشان ايه ويعني وهنرجع تاني بقى للايام الظلاميه دي وبعد كل التطور اللي احنا فيه والفهم والمراجعات
فكان موضوع حزين جدا. فبدات يعني بشكل طوعي كده مع اصدقائي نعمل لافتات وبتاع، ورحنا نهني الاخوه المسيحيين في ليله عيد الميلاد، ليله 7 يناير. وكانوا يعني الحقيقه كان مشهد مضحك جدا. يعني انت حد مع يعني اوت اوف نو وير كده، ما حدش يعرفك، ومعاكي يافطه مسلم ومسيحي ايد واحده ومش عارف ايه وبتاع، وثلاث اربعه زمايلك واقفين معاكي شكلهم اغلب من الغلب، يعني ما مارسوش سياسه قبل كده ولا نزلوا في اي حاجه عامه قبل كده، وواقف قدام كنيسه. فلا اهل الكنيسه فاهمين انت جاي تعمل ايه، ولا الامن اللي بيامن بره عارف انت تبع مين. فموضوع مضحك جدا، لكن كان صادق، كان صادق. وطبعا استقبلونا استقبال طيب وكانوا مبسوطين من المبادره دي. وانا وقتها بقيت احس انه لا، يعني ما ينفعش حد يكون متابع وعنده راي ما ينخرطش في العمل العام، وكنت بتحاين الفرصه. بعد كده لقيت بن علي هرب في تونس. فلما بن علي هرب قلت ايه ده، هو ينفع انه رئيس يمشي؟ ايه ده؟ جديده دي، ايه ده؟ مش سلو بلادنا يعني. الرئيس بيفضل قاعد لغايه ما ربنا يفتكره يعني. فالموضوع ده هزني يعني. وبعدين بدات بقى ايه، طبعا كان في تزوير فج في انتخابات 2010، وانا في المحل عندي كان الموضوع ما كانش الطف حاجه خالص. فحسيت انه لا، يعني من العار ان برلمان زي ده يستمر، وانه الدعاوى بتاعه تظاهرات 25 يناير دي دعاوى منطقيه. وجندت نفسي بقى بنفسي، ومحدش لا ادالي وجبه كنتاكي ولا ادالي 50 جنيه ولا حاجه من دي خالص. فلو حد كان بيوزع، انا ليا عنده وجبه كنتاكي وليا عندي 50 جنيه بس بمعدل التضخم بقى، شوف تبقى كام دلوقتي يعني. وفعلا بدات ادعو اصحابي واصدقائي ومعارفي على التظاهر في 25 على فكره انه رفض للتوريث ورفض للبرلمان المزور وغيرها من الاجنده اللي كل الناس عارفاها. ونزلت في المحله، وكنت حريص انزل في المحله ما انزلش في القاهره، لانه كل بلد اهلها اولى بيها. ومهم يتفهم ان الحراك مش بادئ من 25 يناير ومش بادئ من 6 ابريل 2008. لا، يعني ما حدث في المحله في 6 ابريل 2008 كان جرس انذار مبكر لم تستفيد منه السلطه على الاطلاق، ولم تستوعب حجم المتغيرات اللي بينذر بيها هذا الحدث. محله فضلت سكنه عسكريه فيها مئات العربيات الامن المركزي ومئات المجندين لحمايه الامن فيها 6 شهور بعد كده. فلو كنا تداركنا الامر في 2008 ما كناش شفنا 25 يناير. فهي مش مفاجاه على الاطلاق، كان لها مقدماتها، كان لها مقدماتها، وما طلعتش من مكان واحد، طلعت من السويس ومن اسكندريه ومن طنطا ومن المنصوره ومن عواصم كتير جدا في مصر بمطالب واضحه. بس هو كان دايما القلق من المحله علشان خاطر الحركات العماليه، وهي كانت اكتر حاجه منظمه في التوقيت ده مع الجماعات طبعا. فهنا الحركات العماليه كانت بتثير القلق طول الوقت. يمكن علشان كده كان في تحسبات حوالين الموضوع، او كردون او سكنه زي ما انت قلت. عندك طاقه ضخمه بتعاني مضغوطه، فممكن تنفجر في اي لحظه. فاللي حصل انه كنت حريص انزل في 18 يوم، كنت حريص جدا على التاكيد طول الوقت على سلميه المظاهرات وادبها. واذكر انه يعني انت عارفه بقى ايه، في الميدان بتظهر زعامات طبيعيه كده، ناس بتبقى مسؤوله وحاسه انها عندها قدره على قياده الناس وعندها قدره على التاثير فيهم وتاخدهم في اتجاهات بعيدا عن الدوشه. وخلي بالك انه في اول كام يوم ما كانش في اخوان اصلا في المظاهرات، يعني ما كانش في اخوان في المظاهرات. لكن طبعا بدات بقى تشد المظاهرات وتاخد منحنى تاني. والحقيقه كان الرئيس عنيد وكان الشعب عنيد، وكان وصلنا واضح انه كان في ما بين الفكر الجمعي اللي حصل وقتها بين المتظاهرين وبين الرئيس، كان في حاله صراع انتهت بانه اجبر على التنحي او عن التنازل للجيش بحكم البلد. وده كان اجراء لاقى قبول عند المتظاهرين، لانه مؤسسه الجيش مؤسسه كانت محايده والقضاء موجود وله يعني له ثقل وله احترام متبادل وتمام. كان حتى السلفيين وقتها لم يسيسوا بعد، وكانوا بيقوموا بادوار بقى حمائيه للمنشآت وكذا. كانت الدنيا وقتها لطيفه. بعدها انا قررت فورا ان انا لازم انضم الحزب، لانه يعني كان في حاله سيوله بقى في الشارع، وكان في افكار كتير لعمل احزاب بقى ومصر الجديده بقى، ووقفل على القديم ونبدا صفحه جديده باشخاص اخرين باراء جديده بافكار جديده. كانت في حاله حراك، كانت الناس ماشيه في الشارع بتكلم بعض في السياسه. يعني انت انضميت لحزب العدل سنه كام؟
حزب العدل اتأسس، هو كان أول حزب مدني اتأسس بعد 25 يناير، كان 6/5 يعني عيد ميلاده ال 14 كان من كام يوم، 6/5/2011. أنا من شهر فبراير بدور على أحزاب وتابعت عدة تجارب حزبية، والحقيقة قعدت أضيق في اختياراتي لأن وقتها برضو كانش حد بيسأل نفسه أنت توجهاتك إيه وأيديولوجيتك إيه دي أسئلة كانت يعني مضحكة بالنسبة لنا. في مطالب عامة كلنا متفقين عليها، لكن لما تيجي تخش في حزب فبديهي بقى أي حزب هو إيه؟ هو تنظيم من مجموعة أفراد، الافراد دول متفقين على فكر معين، لو مش متفقين عليه ما بقاش حزب. صحيح. فقعدت اشوف هو انا فكري ايه اصلا يعني، وقعدت اقيس بقى واقرا اخبار واشوف القيادات اللي ظهر بقى رموز كتير وقتها شابه بتتكلم، عمرو حمزاوي وعصام سلطان ودخلوا في مناظرات ومش عارف مين ومش عارف مين ومش عارف مين، فبدات ومصطفى النجار وغيره من الاسماء. فانا الحقيقه قعدت اضيق دايره البحث لغايه ما بقوا حزبين 3، وهم الحقيقه كلهم طلعوا ورا بعض في شهر 5 أو 6، وبعد طبعا موضوع الاستفتاء الشهير بتاع 19 مارس وغيره، واخترت حزب العدل لانه حسيت ان هو مقارب لارائي وافكاري. ولما اتاكدت من يعني قلت استنى شهرين كده لغايه ما اشوف الممارسات على الارض شبه اللي بيتقال ولا لا. وكان وقتها في مجلس استشاري لطيف جدا، يعني كان بتتكلمي في دكتور عمرو الشبكي، دكتور وحيد عبد المجيد، دكتور سمير مرقص، مجموعه من الشخصيات المحترمه جدا والرزينه والمتزنه واللي كتاباتها كانت مستنيره للغايه وقريبه من فكري على الاقل. فانا دخلت حزب العدل والحمد لله لغايه دلوقتي موجود في الحزب يعني. لا وانت من اكبر القيادات اللي موجوده، انت رقم 2 دلوقتي، انت الامين العام من اكبرها سنا. طيب انا بقى عندي سؤال ليك، بيتقال عليك في الشارع السياسي سيناتور، الراجل الراسي السياسي المحنك اللي بيعرف يغلب اي حد بالسياسه. ازاي ده حصل؟ البالانس ده ازاي حصل وانت بتقول انك ما مارستش سياسه بالمعنى الحقيقي الا بعد 2010؟ بالممارسه يعني. خلي بالك من حاجه، انا كنت ببني نفسي الاول، وكنت متابع جيد جدا للشأن العام ومتابع للحركه الثقافيه والسياسيه وللبرامج الحواريه اللي كانت وقتها لعبت دور مهم في تسهيل وصول المعلومه للمتلقي العادي اللي انا كنت منهم في الاول. وبعدين قرينا بقى في حاله الانفتاح اللي حصل بعد 25 يناير خلت الناس تحس لاول مره من فتره، بالذات على الاقل في جيلي، ان البلد بقت بتاعتنا، فطالما بتاعتي فانا مسؤول عنها، فافكر لها بقى. فعشان افكر انا محتاج اذاكر، فبدانا في يعني انا فاكر وقتها انضميت مثلا ايه، جمعيه اول سياره مصريه، جمعيه انصار مشروع بتاع دكتور فاروق الباز اللي هو النهر الموازي ده، يعني جمعيه انصار جامعه زويل، فاهمه يعني ايه، في افكار كتير وانت حاسه انه انت لازم تشاركي في ده كله. فده طبعا اداكي يعني لما تحضري مثلا 200 300 فعاليه في سنه، فطبيعي جدا ان انت يبقى عندك باك جراوند ضخمه، وانت الافكار بتتلاقح وبتتلاقى وبتبدا تتخمر كمان وبتطلع منتجات اكثر تميزا. فالاحتكاك والممارسه. انا كنت واحد يوم الجمعه ده بالنسبه لي اجازه، اجيب جورنال الاهرام اقعد اقرا فيه طول اليوم، وبالليل اخرج مع اصحابي وخلاص. النهارده من يوم ما دخلت العمل السياسي لغايه النهارده يوم الجمعه ده يوم شغل اساسي. فهي كده. لا ده انا لسه هنحكي بقى عن فكره البيت، ان انت عيني متمرمط ما بين القاهره والمحله كل يوم. والله يا ريت على قد المحله والقاهره يعني. هو التزاماتي الحزبيه كمان بتجبرني يعني اعمل جولات طول الوقت في المحافظات، لانه طبعا في بعد تنظيمي في شغلي، فلابد ان انا اتابعه وارعاه. انما خليني اقول لك حاجه قبل ما تسالي السؤال ده. الفكره كلها هي ممارسه. يعني طالما انت مؤمنه بشيء وبتكافحي عشان توصلي له، فطبيعي هتقابلي عراقيل كتير. طول ما انت شغاله وعندك اصرار تتجاوزي هذه العراقيل، فانت بتستحدثي ادواتك. بعضها بيكون بالدبلوماسيه، بعضها بيكون بالمواقف الحازمه، وهي دي السياسه، ان انت تنوعي من ادواتك في السبيل الوصول للغايه اللي انت عايزه تروحي لها. ده باختصار يعني. طيب المدام بقى، اولا يعني هو الحب ده دق بابك ولا اتجوزتها ازاي؟ ده اولا. ثانيا الست دي بصراحه يعني يتعمل لها تمثال، هي مستحمله كده ازاي؟ انت بتشوفها كل قد ايه؟ يعني هو كان جواز تقليدي، لكن يعني كان لطيف للغايه، وانا الحقيقه سعيد بتجربه الجواز بتاعتي، وحاسس ان ربنا كان موفقني فيها جدا. يعني هي طبيبه علاج طبيعي، كانت بتشتغل في القاهره بالمناسبه، وبعدين نقلت المحله عشان انا اتجوزت في المحله.
اهلها من محله ناس محترمين جدا، وانا سعيد جدا بوجودي معاهم يعني. الحقيقه كانت طول الوقت سبورتيف جدا ليا. طبعا ما كانتش عارفه اللي هيحصل فيها بعد كده يعني. انا صعبت عليا، انت خدتها من القاهره سبتها في المحله وجيت. بالظبط كده. وده موضوع مفارقه يعني، كانت سايبه اثر سلبي شويه، لكن يعني هذه طبيعه الاشياء. هي عارفه انه انا عندي غايه اسمى من كل ده، وهي فكره انه يبقى في حزب سياسي بيعبر عن الاراء اللي انا مؤمن بيها، منتشر على الارض وعنده كوادره وقادر انه يقدم افكار قابله للتطبيق. بس خلي بالك سهل جدا عرض، يعني برنامج اسمه قعده السياسه، اقول مش عاجبني الاسم، سهل مش عاجبني الاسم، لكن مش هي دي معارضه. المعارضه ان اقول طب ليه ما نسموش كذا، صح، الاصلاحيه، وعشان 1 2 3. فاهماني ازاي؟ انما لا، انا مش عاجبني الاسم فانا هقاطعك وهقاطع البرنامج وهحاربك. ايوه، طب ما انت ما قدمتش منتج عشان انا اقارن، يعني عشان صانع القرار يقارن او عشان الشعب يقارن لازم اقدم بديل. تقديم بديل ده مش سهل. سهل جدا اقول مثلا ايه، اي حاجه مثلا ايه، لا لقناه السويس الجديده. ليه؟ ما لازم نقول اسباب. بس لازم اقول ليه. لو ما قلتش اسباب مقنعه يبقى انا راجل جاي اتخانق واروح يعني. فانا كان مهم جدا، واكتر حاجه خلتني اخش هذا الحزب، واكتر حاجه خلتني حريص على ان القيمه دي تفضل موجوده من ساعه ما كنت عضو مكتب سياسي، وبعدين رئيس المكتب السياسي، وبعدين امين عام دلوقتي، هي انه يبقى دايما عارض لو انت عايز، بس قول لي ليه وهات لي بديل. لو ما عرفتش تجيب لي بديل، طب ما تعذر الحكومه انا ما عرفتش اجيب بديل.